بنورك يا زهراء تضوي ليالينا، بالحب والافراح للهادي هنينا، للهادي هنينا. حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة. بنورك يا زهراء تضوي ليالينا، بالحب والافراح للهادي هنينا، للهادي هنينا. حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة. يا نور من رب السماء يا الزهرة يا خير النساء، يا نور من رب السماء يا الزهرة يا خير النساء. بالعرش اسمك فاطمة تضوي حروف وبهالمسا، تضوي حروف وبهالمسا. الاسم من ترجيمه نلقاه هوا ونتنفسه، نلقاه مايل كل ضيمه، والمحب اسمك حارسه، والمحب اسمك حارسه. نكتب يا زهراء نقراها يا حيدر، ولو طه مكتوب هم تنقر الكوثر، هم تنقر الكوثر. حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة ليلة، حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة. درس العفاف بكل زمن من عفتك كل مصدره. حياك يا أم الحسن وأم الرسول الطاهرة، درس العفاف بكل زمن من عفتك كل مصدره. حياك يا أم الحسن وأم الرسول الطاهرة. يا زوجة الهد كل وثن أعني الغضن فرحة يداره، والكل غريب انك الوطن تاج على راس المفخرة، تاج على راس المفخرة. ميلادك اليوم ميلاد كل حرة، وتكتبها الأملاك مبروك يا الزهرة. ميلادك اليوم ميلاد كل حرة، وتكتبها الأملاك مبروك يا الزهرة، مبروك يا الزهرة. حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة على حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة، حلوة الصلاة على النبي وللنبي الليلة. يا زهرة الحب والأمل يا عطر ما مثل عطر، يا زهرة الحب والأمل يا عطر ما مثل عطر. كل جنة تنشد لك غزل تبقى بأريجة تفتخر. عطرك سعادة بضيخ جيل رحمة وتسابيح ونصر. عطرك بأمر الله الله عطرك بأمر. خير العمل أصبح حرز لأهل الخدر، أصبح حرز لأهل الخدر. من الله موصول
موصوف للعفة والحشمة، يا رحمة الله يا الوالدك رحمة، من الله موصوف للعفة والحشمة، يا رحمة الله يا الوالدك رحمة، يا الوالدك رحمة. حلوة الصلاة على النبي وآل النبي الليلة، حلوة الصلاة على هلا النبي الليلة، حلوة الصلاة على النبي وآل النبي الليلة، حلوة الصلاة على النبي وآل النبي الليلة، يرفع الكون للزهرة علمها من أبوها المصطفى الكوثر، علمها الكرم والجود من كشفه، علم أبي وطاهر الزهرة الزكية صلوات. وأما الآن نبقى وإياكم مع كلمة الحفل المباركة في رحاب مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فنستفيد من أنفاس ومن حضور حجة الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ محمد الحسون، نستقبله محفوفا ومعطرا بثلاث صلوات فاطمية بأعلى أصواتكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. بداية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإمامنا صاحب العصر والزمان، ولمراجع الدين الكرام، ولكل المؤمنين، ولكم أيها الأخوة في هذه الحسينية المباركة. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، ولادة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. في هذا المجلس إن شاء الله أتطرق إلى نقطة أو نقطتين متعلقة بصاحبة الذكرى، وإن شاء الله لا أطيل عليكم، ونحن في مجلس وفي محفل مبارك، وإن شاء الله يكون هذا المجلس بعين صاحب العصر والزمان، وقطعا ينال رضاه وينال رضا الأئمة الطاهرين، حتى أن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لفضيل: يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ فقال: نعم جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ونحن الآن في هذه الحسينية المباركة في هذا المجلس نجتمع بهذه المناسبة السعيدة ونذكر فضائل أهل البيت وما يتعلق بسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وإن شاء الله نحصل على الأجر والثواب. عندنا رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: قلت للإمام الباقر سلام الله عليه: جعلت فداك، حدثني بحديث منزلة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فإذا حدثت شيعتك بهذا الحديث فإنهم يفرحون،
يعني أنا أريد أن أسمع منك فرد حديث يتعلق بفضيلة وفضائل ومنزلة ومنقبة للزهراء سلام الله عليها. وحينما أنقل هذا الحديث إلى الشيعة فهم يفرحون، كما نحن الآن إن شاء الله ننقل لكم هذا الحديث، وإن شاء الله تفرحون ونحصل على الأجر والثواب. هنا الإمام الباقر سلام الله عليه، طبعا الحديث طويل، بدأ يتحدث عن يوم القيامة وكيف يحشر الناس وكيف يأتي الناس يوم القيامة ويدخلون إلى الجنة أو النار، ويأتي الرسل ويأتي الأنبياء. يقول: فتأتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها فيأتيها النداء من الباري عز وجل: يا حبيبتي يا فاطمة ادخل الجنة، تفضلي ادخلي إلى الجنة. فتأتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وحينما تصل إلى باب الجنة تقف لا تدخل وتلتفت إلى ورائها، فيأتيها النداء من الباري عز وجل: يا فاطمة ادخل الجنة. فتقول: يا ربي أريد أن يعرف مقامي، هذا نص الحديث، أريد أن يعرف مقامي في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الحشر، تجتمع فيه كل البشر من آدم سلام الله عليه وإلى يوم القيامة، ملايين مليارات من الناس يجتمعون في هذا اليوم. فالزهراء تقول: أريد أعرف، أو الناس لابد أن يعرفوا مقامي ويعرفوا منزلتي في هذا اليوم. فيأتيها النداء من الباري عز وجل: يا فاطمة انظري إلى شيعتك وانظري من كان في قلبه حب لك ولأولادك، فخذي بيده وأدخليه الجنة. فعند ذلك يقول الإمام الباقر لجابر: يا جابر، في ذلك اليوم فإن فاطمة الزهراء سلام الله عليها تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. انت شايف بعض الأحيان لما نتخلي قدام الطائر، قدام الطير، حب حنطة شعير بي زين وبي مو زين، يلقط شنو؟ الحب الزين الصالح. ففاطمة الزهراء سلام الله عليها يوم القيامة ماذا تفعل؟ تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فيأتي شيعة أهل البيت الذين شفعت لهم الزهراء، وحينما يصلون إلى باب الجنة يقفون ولا يدخلون، فيأتيهم النداء من الباري عز وجل: يا شيعة فاطمة ادخل الجنة فإن فاطمة شفيعتكم، الزهراء شفعت لكم فأنتم ادخلوا الجنة. فيقولون: يا ربنا نريد أن يعرف الناس مقامنا ومنزلتنا في هذا اليوم، يعرفون منزلة شيعة أهل البيت في هذا اليوم. فيأتيهم النداء من الباري عز وجل: يا شيعة فاطمة انظروا إلى من أحبكم لحب فاطمة، وإلى من أطعمكم لحب فاطمة، وإلى من سقاكم لحب فاطمة، وإلى من كساكم لحب فاطمة. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: فيدخل كثير من الناس ولا يبقى خارج الجنة إلا الكافر والمنافق وإلا الناصبي، هؤلاء لا يدخلون الجنة. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعلنا من المحبين لفاطمة الزهراء ومن السائرين على نهجها ودربها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتها وشفاعة أبيها وبعلها وبنيها. وإلا يا إخوان، الإنسان إذا أراد أن يعتمد على أعماله في يوم القيامة، وأنا أتحدث عن نفسي، ترى أعمالنا كلها يعني ما أدري شلونها، فنحتاج إلى شفاعة أهل البيت عليهم السلام. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا فاطمة الزهراء سلام الله عليها تشفع لشيعتها؟ لماذا تشفع لشيعة أبيها، لشيعة بعلها؟ لماذا تشفع فقط لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا لا تشفع إلى أتباع بقية المذاهب الإسلامية؟ لماذا لا تشفع إلى أولئك الذين ساروا خلف الأشخاص الذين حكموا بعد رحيل المصطفى يسمونهم الخلفاء، والآن هم يطبقون الشريعة الإسلامية طبق بعض المذاهب الأخرى وليس طبقا لمدرسة أهل البيت؟ ليش الشفاعة شفاعة فاطمة تكون لشيعتها فقط؟ لماذا؟ لأننا نحن الشيعة سرنا على نهج فاطمة سلام الله عليها، وعلى نهج أبيها، وعلى نهج بعلها، وعلى نهج أولادها. نحن الآن كل ما عندنا في الحياة الدنيا، كل ما يتعلق بديننا ودنيانا وآخرتنا، نأخذه من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ماذا يقول أئمتنا؟ أما ماذا يقول فلان وفلان وفلان ما لنا شغل. وفي يوم القيامة نحن نسير وراء الراية التي يحملها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أما الرايات الباقية إحنا ما لنا شغل بها. هذا الذي لم يتبع عليا في الدنيا واتبع غيره، خلي فيده هناك يوم القيامة يروح وراء الراية التي يحملها من كان يتبعه. نحن نسير وراء راية علي. وأين يدخل علي بن أبي طالب؟ هل يوجد شك بأنه يدخل إلى الجنة؟ بل علي بن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار، يقول للنار: هذه لك، أو هذا لك وهذا لي. أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي عند ابن اسمه عبد الله، وكان أيضا من العلماء، جاء لوالده وهو أحمد بن حنبل فقال له، إجا متأذي، قال له أبوه حسب تعبيرنا شبيك متأذي؟ قال له ذول الشيعة يقولون إن علي بن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار. أحمد بن حنبل مو إنسان عادي، عالم، فقال له حسب تعبيرنا وستة ليش متأذي؟ شنو يعني؟ أليس عندنا رواية؟ أليس نحن نروي رواية صحيحة متواترة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا حديث صحيح لو مو صحيح، وموجود في الكتب الصحيحة للمذاهب الإسلامية. فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: صحيح هذا الحديث موجود. فقال له أبوه: وأين يذهب المؤمن يوم القيامة؟ وين يروح؟ يدخل إلى الجنة. وأين يذهب المنافق؟ يذهب إلى النار. فإذا أصبح علي بن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار. وحتى أن الكثير من الصحابة كانوا يصرحون بأننا إذا أردنا أن نعرف الشخص المنافق أو نميز المنافق من غيره ننظر هل هذا يحب علي بن أبي طالب أو لا. فإذا كان يحب عليا فإن هذا مؤمن،
وإذا كان يبغض عليا فهذا شنو؟ فهذا منافق. بل أن بعض الصحابة صرحوا، وهذه الأحاديث موجودة في الكتب الصحيحة عند المسلمين، يقولون أن كل شخص ينصب العداء ويبغض علي بن أبي طالب، أنتم بحثوا في نسبه تجدون في نسبه شك، حتى أن بعض الصحابة وفي حياة النبي كان الواحد منهم يحمل ولده على يديه ويقف في الطريق الذي يمر فيه علي بن أبي طالب، فإذا جاء علي فيقول لابنه: أي بني، أتحب هذا أو لا؟ فإذا قال أحبه احتضنه وقبله، وإذا قال لا أحبه ضرب به الأرض وقال له: الحق بأمك فإنك لست طاهر الولادة. إذن نحن إنما تشفع لنا الزهراء سلام الله عليها لأننا سرنا على نهجها وعلى نهج أهل البيت، ولأننا أحببنا عليا وأحببنا أئمة أهل البيت، بل أن حب علي بن أبي طالب اختلط في دمنا ولحمنا وعظمنا، اختلط. الشاعر شو يقول؟ لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. نحن نحب عليا وارتضعنا حب علي بن أبي طالب من أمهاتنا، بل أكثر من ذلك أن كل شيعي منا حينما يأتي إلى الدنيا إنما يأتي على كلمة علي. عندنا احنا معروف أن المرأة عند الولادة ماذا تقول؟ تقول يا علي. وفي مصر، أنا ذهبت إلى مصر مرتين، في مصر عندهم كلمة معروفة أن المرأة إذا تعسرت الولادة عندها يقولون لها قول المعهودة، قول الكلمة المعهودة، فتقول يا علي، فبحب علي تلد بسرعة. وذولا في مصر ذولا مو شيعة ذولا، وإنما التجربة أثبتت لهم ذلك. إذا نحن حب أمير المؤمنين عجن في دمنا ولحمنا وعظامنا، ولا يمكن في يوم من الأيام أن نتخلى عن ولاية أمير المؤمنين، ولا نتخلى عن محبة أمير المؤمنين. ولأننا طبقنا وصية الحبيب المصطفى وطبقنا ما أراده منا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين بقراءتين صحيحة، أحدهما أكبر من الآخر، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. لن ولن أداة توكيد، لن تضلوا بعدي أبدا. شنو؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أنت إذا تراجع تشوف هذا اللفظ وعترتي أهل بيتي محل إجماع كل المسلمين من السنة والشيعة، وحتى وارد في صحاح أبناء وأتباع مدرسة الخلافة. وهناك قراءة كتاب الله وسنتي، ولكن المشهور عند كل المسلمين ولا أحد يستطيع أن ينكر كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ونحن لا يمكن في يوم من الأيام أن نتخلى عن ولاية أمير المؤمنين أبداً. لذلك أنت في التاريخ لما تجي وتشوف أنه
شيعة أهل البيت تعرضوا على مدى التاريخ في زمن بني أمية، في زمن بني العباس، في أيام حكم الدولة العثمانية وغيرها، تعرضوا إلى شنو؟ إلى التعذيب، إلى القتل، إلى التشريد، إلى التسفير، لا لذنب بل لأنهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. والتاريخ القريب شاهد عندنا ما حصل في العراق في أيام الفتنة الطائفية وأيام داعش، أخذوا يقتلون الشخص على الهوية، على التشيع. من كان اسمه علي أو حسن أو حسين يقتلوه، من كانت اسمها فاطمة أو زهراء يقتلوها. ولكن العراقيين صمدوا وصبروا ولم يتخلوا عن ماذا؟ عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، أبدا أبدا لم يتخلوا. والذي ذاق طعم ولاية أمير المؤمنين ودخلت محبة علي في قلبه لا يمكن أن تخرج في يوم من الأيام أبدا. وهذه التجارب أمامنا. فأنت إذا سمعت هنا أو هناك فشخص يقول إني تركت التشيع، أو أنه كان شيعي صار سني، هذا لو تجي تفتش قلبه تلقاه باقي على ولاية أمير المؤمنين، وإنما لأغراض وأهداف قومية وأغراض وأهداف سياسية قد يكون تكلم بهذه الكلمات. وهذا اختصاصنا، مسألة الاستبصار والمستبصرين، ونحن في مركز الأبحاث العقائدية تخصصنا هذا، مسألة الاستبصار والمستبصرين. وكنا سنوات نبحث هل يوجد هنالك علماء قد تركوا التشيع وأصبحوا من السنة؟ هل يوجد هنالك طبقة مثقفة من الأساتذة من حملة الشهادات العليا قد تركوا التشيع وذهبوا إلى المذاهب الإسلامية الأخرى؟ ما وجدنا. وأنا شخصياً دخلت في مناظرة مع واحد من الوهابية، قال إحنا هم عندنا أشخاص آلاف من العلماء والمثقفين كانوا شيعة صاروا سنة. وهذه المناظرة كانت في التلفزيون. قلت له جيب لي 3 أسماء، 3، ما أقول لك جيب لي عشرات ومئات، جيب لي 3 أسماء من العلماء من الطبقة المثقفة كانوا شيعة وماذا؟ تركوا التشيع. قال إيه نعم عندنا احنا قوائم. قلت له جيب. قال هذا أبو فاطمة من النجف، وذاك أبو حسن من كربلاء، وذاك ما أدري أبو فلان من القطيف، وذاك أبو فلان من فلان منطقة. قلت له هذا دليل علمي؟ هذا دليل علمي؟ أنا أأتي لك بأسماء العشرات بل المئات بل الآلاف من الذين اعتنقوا مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكلهم من العلماء والطبقة المثقفة وأصحاب الشهادات، وأنا أجيب لك اسمه واسم أبوه واسم عشيرته والمدينة التي يسكن فيها. وهؤلاء المستبصرون الكثير منهم الآن يخرجون بالفضائيات ويلقون الكلمات هنا وهناك. زين، وأنت تقول لي أبو فاطمة وأبو حسن وما أدري أبو حسين فلان وفلان، هذا مو بحث علمي. لا يوجد أشخاص ماذا قد تركوا مذهب أهل البيت. نعم احنا نعرف أكو بعض الأشخاص موجودين هنا تكلموا بهذا الكلام الذي يدل على أنهم تركوا التشيع، ولكن محقق لهم قضايا قومية عرب وعجم، لو لقضايا ماذا؟ لو لقضايا سياسية.
وإلا لقضايا عقائدية أنا ما أريد أتطرق وأقول ذولا وين موجودين، ولكن القضية واضحة، قضية واضحة. إذن الزهراء سلام الله عليها إنما تشفع لنا لأننا سرنا على نهجها واعتقدنا بها وبمذهب أهل البيت عليهم السلام، ولم نتبع المذاهب الإسلامية الأخرى. أنا إن شاء الله لا أطيل عليكم دقيقتين أو ثلاثة. هنالك سؤال يطرحه البعض: هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد؟ الآن نحن نشوف كثير من العوائل يسوون عيد ميلاد مثلا لأبنائهم، يسوون عيد ميلاد نعم لبناتهم في كل سنة، وحتى قد الإنسان هو يسوي عيد ميلاد لنفسه، هذا ما فيه إشكال. لا يوجد أي إشكال شرعي في هكذا احتفالات إذا كان ما فيها أشياء محرمة، ما فيها نعوذ بالله غناء مثلا، الرقص، هذا ما فيه إشكال. زين، هل يجوز الاحتفال بسن التكليف؟ الآن كثير من العوائل المؤمنة ابنهم أو بنتهم حينما يصلون إلى سن التكليف، البنت تكمل السنة 9 وتدخل في 10، والولد يكمل السنة 15، يسووا له حفلة تكليف. فهذا فيه إشكال شرعي؟ نقول لا، ما فيه إشكال شرعي، ما فيه إشكال شرعي أبداً إذا لم يصاحب هذا المجلس شنو؟ أمور محرمة. بل أنا وجدت اللي يريد خيراجع أن السيد بن طاووس علي بن موسى بن جعفر في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، المتوفى ابن طاووس سنة 664 قبل تقريبا يعني 800 سنة أو 750 سنة، في كتابه هذا يصرح بأنه كان يقيم حفلة التكليف لولده محمد ولبنتيه شرف الأشراف وفاطمة. فإذا ماكو أي إشكال في هذه المسألة. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبقاء على ولاية أمير المؤمنين، وأن لا يسلبنا هذه النعمة الكبيرة، وأن يوفقنا لحضور هذه المجالس، مجالس أهل البيت عليهم السلام، في أفراحهم وفي أحزانهم، لأن هذه المجالس في الواقع هي مدارس وليست فقط مجالس نتعلم فيها الأحكام ونتعلم فيها العقائد ونأخذ ما نحتاج فيها ما ينفع ديننا ودنيانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.